رمضان جاء نعم النعم نلنا الرجاء. أهلا بأيام الهنا من صامها بلغ المرام ملئت ليالينا السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا سيكون عن الحركة النسوية، ولن يكون الحديث تقليديا، يعني الكثير تكلم عن الحركة النسوية وكيف بدأت وأهم أهدافها، لكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهو أن هنالك تحولات جذرية كبيرة في أهداف هذه المنظمات. هذه المنظمة ليست منظمة حقوقية كما يروج له البعض، هي منظمة سياسية، أصبحت منظمة سياسية تستغلها الدول الكبرى لضرب المجتمعات من الداخل ولتفتيت النسيج الاجتماعي في الدول، ليسهل بعد ذلك انقياد هذه المجتمعات ولتمرير أي فكرة يمكن من خلالها أن تكون هذه المجتمعات فريسة سهلة لهذه الدول الكبرى. اليوم الحاكم على هذه الحركة النسوية ومن يضع قواعد اللعبة في علاقة الرجل بالمرأة هو اقتصاد السوق أو النيو ليبرالية الجديدة. هي التي تضع قواعد اللعبة وتضع علاقة الرجل يعني تحدد علاقة الرجل بالمرأة. اليوم المرأة لم ينظر إليها نظر إنسانة لها دور معين في الحياة، لا، أصبحت المرأة سلعة يراد منها أن يستفاد منها في سوق العمل. وستدرك يقينا بأن الآن يعني سوف تفهم لماذا يسعى الغرب جاهدا إلى ما يسمى بتمكين المرأة، مصطلح تمكين المرأة، أي تمكينها اقتصاديا، استقلالها اقتصاديا عن الرجل. سوف توظف جميع المنظومات التشريعية في البرلمانات في حق الانتخاب السياسي لتكريس مفهوم تمكين المرأة، وسوف تجدون ذلك واضحا في خطابات الكثير من الساسة يبدأون بتمكين المرأة. ما هو تمكين المرأة؟ ماذا يراد من تمكين المرأة؟ الفكرة واحدة، هي أن هذه المرأة يجب أن تستقل اقتصاديا عن الرجل، فلا تعود هنالك حاجة للرجل بالنسبة للمرأة. استقلالها الاقتصادي معناته هنالك استقلال تام عن الرجل، هنالك مقدمة لاستقلالها حتى الاجتماعي. اليوم المطالبات بأن تكون للمرأة كيانها الخاص، ممكن أن تكون مستقلة في سكنها، لا تستأذن الرجل، حتى لو تطور الأمر إلى أنها يمكن أن تتزوج من بنات جنسها والعياذ بالله. والملاحظ يعني في الواقع الحالي اليوم، الملاحظ أن أكثر المستهدفين من هذا الخطاب هم طلبة الجامعات، الطالبات في الجامعات وفي السكنات الداخلية بالخصوص. نصيحتي: انتبه لابنتك في السكن الداخلي، حاول أن تعززها قيميا واجتماعيا ودينيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ابتهاج المسلمين فرحا بما حملت يدها، يدعون رب العالمين أن يغنموا مما حبا.